هنروح دلوقتي نشوف جزء من فيلم قصر الدم، ونعود معاكم نلتقي مع فريق عمل الفيلم، ولكن بعد ما نشوف الفيلم. ماشي ماشي. واحنا يا جماعة لازم نفهم احنا هنا فين وليه، وده مات ازاي وليه. ليه؟ مش عارف يبقى في حد هنا غيرنا يا جماعة. يلا بينا نخرج من هنا وخليك انت معايا. هات ايدك. ما تخافش. مصطفى ودينا هتدوروا في الأوضة دي، وانت يا عم فتك تاخد قمر وتدوروا في الأوضة دي، وانا وعم رضا هنكمل في الطرق. اوكي؟ ما ينفعش ندور كلنا مع بعض. ما ينفعش، مفيش وقت، وبعدين كلنا بننزف وما نعرفش احنا هنا ليه. انا خايفه قوي. ما تخافيش، احنا كلنا مع بعض هندور، يمكن نلاقي الباب اللي نخرج منه ونروح. انت كويسه، ما تخافيش. يلا يا جماعة، يلا بينا ندور. يلا خلي بالكم من بعض. صندوق. اتفضلي. السيدات اولا. الافلام الروائيه القصيره اللي بيقوم بيها الشباب اعتقد ان هي بتعبر عن وجود مواهب شبابيه، وكمان الشيء الرائع ان المواهب دي بتختلف من فيلم الى اخر. النهارده معانا فريق عمل قصر الدم، اللي سبق والتقينا بيه في فيلم مسلم ومسيحي. خلونا نرحب بيهم بشرف النهارده في الاستوديو محمد عبد العليم، ممثل ومخرج الفيلم. اهلا وسهلا بيك يا محمد. كمان شرفني احمد زكي، ممثل. اهلا وسهلا بيك يا احمد. كمان شرفني مروان محمد، مؤلف ومساعد مخرج في الفيلم. اهلا وسهلا بيك. ربنا يبارك فيك. مبدئيا كده هروح لمروان. اتفضل. عشان انت اللي كاتب السيناريو. كويس. اه. عايز اعرف، قصر الدم ناس تواجدت في مكان، واللحظه الاولى احنا ما عرفناش هم دخلوا المكان ده ليه. ايه الغرض؟ الغرض ان احنا هنقصر المسافه. الكتابه في الاول بتعرف ايه اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نعرف الناس دي هنا ليه. اللي هي الكتابه في الاول، كل واحد بيجي عباره عليه المعلومات بتاعته، ده موجود هنا ليه كده، كل واحد يعني. كويس. ده من خلال الكتابه بس. الكتابة تواجدهم في المكان او في القصر كانت هم مفاجاه ان احنا نتفرج نلاقيهم مره واحده في القصر وما بانش ايه اللي دخلهم. هم مخطوفين. مخطوفين واتاخد اجزاء من جسمهم، سرقه الاعضاء. تمام.
واتحطوا في المكان ده. كويس. طيب لما نيجي نتناول فيلم رعب، تمام. اعتقد ان احنا هنختلف في الاضاءه. تمام. فيلم رعب عن أكيد. الافلام الثانيه هتختلف في القطعات، في حركه الكاميرا، تمام. في اداء الممثلين في الموضوع. انت حاولت تختلف في ايه كمان من خلال الفيلم ده؟ يعني دي النقط العريضه. تمام. التفاصيل الصغيره انت حاولت تختلف في ايه؟ يعني زي ما مروان قال، احنا في الاول يعني يمكن زي ما انت قلت لي الكتابه اللي هي بتاعت احمد العراقي، هو مكتوب اللي هو يموت في اخر الفيلم. يعني المؤلف قصد اللي هو يعمل زي نظام يعني ما يخليش حد بيسمع الفيلم يفهم الفيلم الاول عشان يقعد يسمع الفيلم الاخر. فاهمني؟ فهو بيموت في اول يجي 3-4 مشاهد تقريبا. في نفس النظام في هند اللي هي البنت اللي ماتت، اللي هي قامت بدور العفريته تاني، ديت ماتت برضه، كان مكتوب ليها تموت بعد 10 دقايق، فهي برضه ما كملتش ال 10 دقايق. احنا هنا المقصود ان احنا بنلعب، بقول للمشاهد عشان يمسك يقعد يتفرج مع الفيلم ما كويس. بس على رأي كلام مروان ان كانت البداية في الاول ان انا اقصر الطريق، يعني تمام. لما بدي المعلومة انا بقصر الطريق تمام. علشان ندخل في الحدث. لقينا ان المعلومة خدتني في منطقة والحدث يعني حصل حالة من التشتيت. تمام. للحظة انت فين؟ طب انت ليه كاتب لي المعلومة دي؟ انا مش عايز، انا عايز اشوف الفيلم، عايز اعرف اللي حصل. يعني ممكن دي برضه تكون في ظروف الامكانيات، لان المكان اللي احنا مصورين فيه كله على بعضه مكان صغير جدا، 3 متر في 4 متر. ده المكان كنا بنغير ديكورات في نفس المكان. تمام. البيبان وده كله احنا اللي عاملينه، وبنغير ديكورات وبنحط ديكورات. كويس. يعني مكان صغير، وكمان الكاميرا ديجيتال، فاحنا بنحاول مغمقين الاضاءه عشان خاطر المكان ما يبانش تغيير الاضاءه وكده. تمام. طيب احمد، لما نقول ان انا دلوقتي انا بعمل شخصيه في فيلم رعب، تمام، غير الشخصيه اللي انا عملتها في مسلم ومسيحي، تمام، هل هنا بيبقى فيه استعداد اخر لطريقه الاداء؟ ده شيء اكيد طبعا. لان مثلا شخصيه مثلا من الشخصيات مثلا مسلم ومسيحي، ده واحد جاي مثلا مسيحي بيعمل حاجه معينه ماشي على نمط معين. ايه مثلا كسر الدم ده مثلا جاي مثلا انا في دوري فيه شرران خبيث بمعنى اصح، هو مثلا هو اللي عارف الحدوته كلها، لان في الاخر بيحكي لهم على اللي حصل. بيحكي للزميل الاخير اللي هو الأخير. اللي فضل معاه، أيوة، اللي هو المفروض راح جمع له بقيه الورق التاني. تمام. فهو اصلا عارف يعني، حتى هو بيقول له مثلا ايه، محمد بيقول له ايه، الراجل ده عارف فينا كل حاجه عليا يعني. انا اصلا من نظرات الفيلم كلها خبث ومش عارف ايه وبتاع، وانا عارف ايه اللي بيحصل، بس ما بقولش الا في الاخر، لان انا عارف كده كده ان مفيش حد هيطلع خالص في الدور. وطبعا مروان اصلا كاتب لي دور الشر، لان انا بحب ادوار الشر وكده، زائد الكوميدي يعني. فكرة الكتابة ممكن تكون، احنا دلوقتي بنستعرض برضو جزء من الفيلم، بس هو لما بنيجي نتناول شخصية معينة، هل بيبقى صاحبي ببقى عارفه فبكتب الحاجة المناسبة ليه، ولا القصة هي اللي بتجبرني؟ انا عايز اعرف برضو رؤيتك بما يقول الناحيتين. انا بختار مثلا ايه، بشوف هو الاقرب له ايه، الاقرب لشخصيته، فبتوظفه في الشخصيه دي. ده كلام كويس. يعني بيقول لك معلومه، يقول لك لما يكون الممثل عنده عيب وظف عيبه جوه الحدث الدراما او جوه الشخصيه بيفيد الشغل. تمام. طيب قصر الدم خطوه لفيلم رعب، هل انتوا من الفيلم ده هل في مشاركات في مهرجانات؟ كنا مشاركين بما انه فيلم رعب، يعني رد الفعل ايه الناس؟ هو لحد دلوقتي الحمد لله على النت جاب رد فعل كويس جدا مع الناس، وكنا مشاركين في مهرجان يوسف شاهين الدوره الثالثه السنه دي، هو جاب رد فعل كويس مع الجمهور، لكن ما فيش نصيب ان احنا ناخد جوائز. فدي حاجه تشجعنا ان احنا نعمل حاجه احلى بعد كده عشان ناخد جوائز في مهرجانات ثانيه، ومشاركين بيه في مهرجان في شهر 4 ان شاء الله، بس لسه مش عارفين الفيلم اتقبل ولا لسه. مين منتج الفيلم؟ منتج الفيلم حد جميل اسمه محمود عماره، لسه هو شاطر 17 سنه لسه. هو شاطر، شغال على برنامج الافتر افكت وكده، فلسه لا والتتر حلو قوي بتاع الفيلم. لا محمود حد يعني موهوب في المدرس، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. طيب يمكن الفيلم اي فيلم في الدنيا بيبقى له صعوبات، هنعرف الصعوبات منكم، لكن احنا هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل معاكم مرة تانية ببرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر. جبتهم
يا دكتور. اهلا بيكم بعد الفاصل وبعد كمان ما شفنا جزء من فيلم قصر الدم وعود الضيوفي. ايه المشاكل اللي واجهتكم وانتوا بتعملوا الفيلم؟ ابتدي بعبد العلي. عندنا في المنصورة حتة إن أنا كممثل أو حد يعرف إن أنا كممثل، الناس في الشارع لو جيت أصور مشهد في الشارع صعب. فإحنا صورنا يعني كنا بنخش مثلا المكان اللي إحنا هنصيه بنقابل صعوبات في الشارع من الناس. ففي حد شجعنا ولا الشكر الأستاذ جيهان والأستاذ آمر يساعدنا بالكاميرا. فهم يعني الصعوبات اللي واجهتنا في الفيلم ممكن تكون هي الإمكانيات والإنتاج. يعني دائما الافلام الروائيه القصيره اللي بيقوم بيها الشباب بيبقى فيها ازمه في الانتاج، بس هم بيحاولوا يتخطوها. احنا الفيلم بتاعنا مكلف 430 جنيه. هو رائع. متصور في بتاع 16 ساعة. جميل. تمام. جميل. الصعوبات بالنسبه لك او بالنسبه لك انت شخصيا؟ الوقت ذات نفسه. الوقت. ايه مقصودك بالوقت؟ وقت مدة التصوير ولا وقت الإعداد للفيلم ولا؟ لا، وقت التصوير، لأن احنا كنا مربوطين بمهرجان يوسف شاهين فله ميعاد، فاحنا قررنا نيجي على نفسنا شوية في الوقت علشان نلحق المهرجان، فنزلنا شغل تمام. أسرع وقت الحمد لله. أي نعم مفيش جواز بس الحمد لله لحقنا المهرجان بس هي المشاركة ده طبعا ده أكيد. الجايزة مش معنى إنك أنت ما جبتش الجايزة يبقى في مشكلة، لا ده يحتاج انك انت تجود اكتر. تمام. لان في ناس جودت علشان كده ده شارك طبعا. يعني بعد الجواز انا مبسوط ان هو شارك اصلا في المهرجان، لان طبعا ده من 120 فيلم 25 فيلم، يعني 25 فيلم تقريبا من ضمنهم بتاعنا. كويس. يعني مثلا يعتبروا اوحش مثلا فيلم 25 هو الحمد لله ان هو شارك. لا مش أوحش. مثلا يعني لا فده يعتبر نجاح طبعا. كويس. طيب ده اكيد ده اكيد. بالنسبه لك مروان، وانت اصبح لك عاتق كتابه السيناريو دائما، فانت شايف ايه الصعوبات كمان اللي بتواجهك؟ ان احنا المفروض نعمل حاجه كويسه يعني ترتقي بالبلد، بلاش اللي احنا بنعمله اللي هو الحاجات اللي هي اللي كلنا عارفينها، الافلام اللي كلنا عارفينها ديت بلاش نعملها. فيها اسفاف قصدك هنا؟ يعني للاسف يعني انا كراجل ما يعني بتحرج ان انا اتفرج على فيلم زي ده، يعني افلام اللي هي اللي احنا عارفينها. تمام. طيب احنا لما بنيجي نقول انا بجهز عمل زي برضو ما سالتكم المره اللي فاتت، قلت احنا بنجهز فيلم رعب، اللي جاي هيكون ايه؟ اللي جاي زي ما قلت لحضرتك في مخرج اسمه اسلام بلال من المحله، مخرج شاطر كان عامل فيلم في المهرجان اسمه الشراره. فهو حاليا دلوقتي في كلام ان احنا بننسق مع بعض عشان خاطر هنخش هنضم كاستين، كاست وكاست بتاعنا. هو يبقى المخرج المسؤول ومروان المؤلف ومحمود زي ما هو المونتير. تمام. وبنجهز ان احنا ناخد خطوه ونعمل فيلم روائي طويل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استعداد الفيلم الروائي الطويل محتاج ايه؟ اول حاجه محتاج توفير وقت طبعا ومجهود ذاتي، لان طبعا الامكانيه مش امكانيه طبعا انتاج وكده، طبعا مجهود ذاتي والانتاج برضك علينا. جميل. فده المطلوب يعني، وان شاء الله نحقق اللي احنا عاوزينه. في نهايه اللقاء تحب تقول ايه يا مروان؟ مش عارف يعني يا ريت كلنا ننهض بالبلد. كل لازم يشتغل، كل لازم يجدد من نفسه. ده اكيد ان شاء الله يعني. ده اكيد. نحاول نعمل حاجه. احنا عامه في النهايه بنحييكم على الفيلم. الله يخليك. وان شاء الله عايز تقول ايه بس في عجاله؟ ماشي. احنا بس حاجات الفيلم الرعب ديت عايزين بس ان احنا قصدينها عشان نحاول نغير من الافلام بتاعتنا، يعني مش كله رومانسي كل جمله دي، لا ممكن عايزين نعمل رعب. ده المخرجين كبار نعمل رعب، نعمل مثلا حاجه جديده خيال علمي. لا يعني حاجات
لا هو بلطجة عاملة مثلا رعب. خيال علمي شويه مثلا معقول، أكيد. رعب خفيف كده حلو. اكيد ده المطلوب بس ان مقصود. شاء الله السينما الروائيه القصيره ترتقب بشباب عندهم موهبه زي شاء حالاتكم، الله. وان إن شاء شاء الله، الله إن من شاء احسن الله. لاحسن، والفيلم اللي جاي يبقى افضل من فيلم قصر الدم ومن فيلم مسلم إن شاء الله. شرفتوني ونورتوني. محمد عبد العليم مخرج وممثل بالفيلم، احمد زكي ممثل، شكرا ليك. مروان محمد السيناريست، شرفتني ونورتني، شكرا الله ليك. يبارك فيك. شبابنا مشاهدينا في كل مكان، احنا محتاجين كلنا نتكاتف من اجل الارتقاء ببلدنا. هفضل اقول الجمله دي في نهايه كل حلقه، التكاتف شيء مهم جدا، حتى لو اختلفنا في الاراء او وجهات نظر لازم نتفق على هدف كبير نتحرك من خلاله، واي مشاكل بيننا وبعض نركنها جانبا ونخليها ورانا، علشان عندنا بلد مهمه جدا اسمها مصر لازم نحافظ عليها. مش مواعيد البرنامج جمعه سبت حد 2 من الساعه 5 للساعه 6. شكرا ليكم، السلام عليكم.